في يوم 4 يونيو يعني من أيام قليلة كده، في شهر يونيو الشهر اللي احنا فيه في 2026، حكمت محكمة دمنهور بالإعدام شنقا على المتهم بقتل زوجته في إحدى قرى إيتاي البارود. إيه الحكاية وإيه الموضوع والقصة إيه واسمه إيه واسمها إيه وقتلها ليه؟ تعالوا نسمع الواقعة بالتفصيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي مش قد الجواز ما يتجوز، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ما نخليش المشاكل اللي بينا توصل لدرجة ان حد فينا يضيع التاني. الزوج هنا اسمه صبحي عنده 53 سنة، والزوجة اسمها إيمان عندها 39 سنة. هو كان متجوز وكان مخلف وحياته ماشية حلوة وزي الفل وتمام، ومراته بعد كده ماتت وسابت له العيال. قال لك بدل ما اربيهم لوحدي لا ما ينفعش، لازم اتجوز. حصل حقيقي ان هو شاف واحده، الواحده دي هي تبقى مين بقى؟ تبقى اختي واحد صاحبه، بس صاحبه ده مش من نفس البلد خالص ولا من بحيره خالص. منين؟ من الشرقيه. هو ضارب صحوبيه معاه وهم صحاب بعض قوي وعارف عيلتهم وهم عارفين، يعني بيروح لهم وهم عارفينه كويس وبتاع وتمام، ومن غير ما يسالوا عليه هم وافقوا على طول. هو اول لما تقدم لايمان، لان هو عارفين ان هو انسان محترم وكويس وراجل عنده 53 سنه وكبير مش صغير، راجل ناضج وعنده ولاده وعايز يتجوز عشان خاطر يربي عياله. وافقوا ان ايمان تتجوز صبحي. وبعد ما اتجوز الصبحي اتقلب صبحي من انسان هم عارفينه وكويس وعارفين اخلاقه ايه ده 180 درجة. ده بقى حاجة تانية خالص. خلافات زوجية وخناقات ودايما تتصل بيهم والجيران يسمعوا صوتهم ويصالحوا بينهم، لغاية ما في يوم من الايام بنتها بتتصل بيها. بنتها كبيرة اخرى داخلة على جواز، يعني بنتها شابة كبيرة، بتتصل بيها بتطمن على مامتها، يقول لها لا مش موجودة، دي خرجت، دي مش عارف ايه. هنا قلقت على مامتها والاهل كلهم قلقوا طبعا على بنتهم. هو بقى هنا عمل ايه علشان خاطر يحمي نفسه؟ راح قدم بلاغ في الاسم بتغيب مين؟ بتغيب ايمان. بيحمي نفسه، بيعمل بلاغ في الاسم بتغيبها عشان خاطر يوم ما يتقبض عليه وانت ما قدمتش بلاغ ليه يبقى هو كده في السليم. تمام. هما لما قلقوا بقى خالص على بنتهم راحوا له في دمنهور يسالوا على بنتهم، قال لهم ما اعرفش اللي خرجت وما اعرفش راحت فين، وانا عملت كمان بلاغ في الاسم. طبعا بدأ اسم الشرطة والمباحث والتحريات وتفريغ الكاميرات حوالين البيت وكده. اتضح ان ايمان ما خرجتش من البيت اصلا خالص. ايمان دي ما خرجتش من البيت خالص من قبل ما يقدم البلاغ. ما طبعا جابوا بقى بالتواريخ القديمة من على الكاميرا لغاية ما اتضح ان ايمان ديت بقالها مدة ما خرجتش من البيت من قبل ما يعمل البلاغ. تعالى بقى هنا، انت اللي قتلت لا انا ما انت اللي قتلتها. دي ما خرجتش من البيت، دي مقتولة وفي البيت هنا. يا جدعان لا انا ما جيتش جنبها، انا ما قتلتهاش، لا انت اللي قتلتها. لغايه ما انهار واعترف وقال ايوه انا اللي قتلتها. طب هي فين؟ هي قال هي خلف المنزل. نط بقى من الشباك بتاع البيت من ورا، او البيت ليه في باب من ورا، وراح ايه حفر ودفنها بعد ما لفها ببطانيه وحط عليها كمان طبقه من الاسمنت، وبعد كده حط التراب ولا كأن عمل حاجه. طب عملت كده ليه وازاي؟ اللي حصل كان في خلافات بينهم هما الاتنين، ومسكها راح مديها بإزازة تلج على دماغها، كسر لها دماغها، ضربها، كسر لها ايديها ورجلها. المهم يعني ماتت منه. فلما ماتت لفها ببطانية وحفر وعمل لها بقى قبر هو. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي دي العشرة؟ هو ده الجواز برضو؟ دفنها وحط عليها طبقة من الأسمنت. الأجهزة الأمنية طبعا طلعت ده كله وتم القبض عليه، وقالك ما كانش قصدي. ما كانش قصدك ايه؟ ما كانش قصدك انك تديها بالازازه على دماغها تموتها؟ ما كانش قصدك انك انت تحفر لها حفره في الارض وتدفنها فيها؟ ما كانش قصدي. في الاخر يقولك عشان خاطر يعني عايز يطلع بقى من القضيه، ما كانش بتديها حق الشرعي. لا ما لازم بقى انت تخترع في كلام وحكايات. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. تم القبض عليه واتحكم عليه في الشهر ده يوم 4 يونيو 2026 بالاعدام شرقا. طبعا بعد ما قدم بقى طعن واستئناف وبتاع وخلاص وكله اترفض، اتحكم عليه بالاعدام شرقا عشان خاطر يجي حق اللي ماتت ديت. غدر من جوزها نتيجة ايه؟ خلافات زوجية.
خلافات الزوجيه ما توصلش بينا ان حد فينا يخلص فينا على التاني. لقيت ان الحياه مع مراتك مستحيله، خلاص يا بنت الحلال، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، وروح لاهلك وخلاص وتمام وخلصت ونطلق يا عم. بخايف انها تاخد حقوقها، ما ده حاجه شرعي ليها، ده حقها الشرعي. اديك انت كنت خايف ان هي تاخد حقوقها، طب انت كده اديك اتعدمت خالص، هتموت خالص. الواحد بيبقى من كتر خوفه ان هو هيغرم يقول لك اقتلها واخلص منها، اذا كانت هتاخد العفش بتاعها ولا هتاخد نفقه ولا يقول لك لا يا عم تاخد ايه، ده انا موتها احسن. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.